عليكم عزيزي المشاهد، الأخبار معكم عبد الرحمن وحلقة جديدة من السلسلة اللي يعني أتمنى إن احنا نكمل فيها للآخر وبالسيستم ده كده، سلسلة عاش. كالعادة السلسلة دي أو الاسم ده يعني عاش ده مش ليا أنا لوحدي، ده ليك أنت كمان عزيزي المشاهد. لو تحاول أنت تكتسب أي عادة صحية أو أي عادة شايف إن هي سليمة وكويسة وحابب أنت تضيفها لنظام حياتك، بس كده عزيزي المشاهد من غير كلام كتير يلا بينا نروح على الجيم على طول. وبس كده يلا بينا. كنت رايح اسخن على المشاية زي كل مرة، لقيت الكابتن بيقول لي رايح فين؟ النهاردة رجلي يا معلم. سألته مطلوب ايه؟ طيب شاور لي على كام جهاز كده فيلا نبدأ. بدأت بأول تمرين بيشتغل على كل عضلات الفخذ الأمامية تقريبا، كان سهل نسبيا وكويس كبداية. هنا بقى كنت واقف قدام الجهاز التاني اللي عليه الدور، والكابتن بيحاول يفهمني وضعية جسمي اللي المفروض اتمرن بيها. قال لي صديق، انت في نوم على بطن وارفع وزن برجل مال انت. مش فاهم ايه علاقة الرجل بالكلام ده، بس تمام. كان عندي مشكلة فعلا اني مش فاهم اقعد على الجهاز ازاي، بس عدى. نيجي بعد كده بقى لتمرين اتخضيت لما لقيتني بشيل فيه اوزان لدرجة اني شكيت اني بلعبه غلط. مقدرش اوصف فرحتي وانا بجيب اوزان زيادة. افتكرت زميلي روني كولمان، صورته كنت شفتها قبل كده بيلعب نفس التمرين بس شايل يجي طن وشوية، ملناش دعوة يعني. قعدت ازود في اوزان كل مجموعة واحساسي بالعضلة بيزيد اكتر واكتر، لحد ما وصلت ل50 كيلو على كل ناحية، يعني 100 كيلو، وقلت حلو كده. خلصت مجاميعي ورجعت للكابتن. بس اول ما تشوف النجيلة دي اعرف ان الامور ليست على ما يرام. جيت دور على اسوأ تمرين بالنسبة لي. بعده قعدت بقى بسأل نفسي ليه. خلصنا تمرين الحمد لله، وانا طالع على السلم رجلي مش عارف اثبتها اصلا، ودي اعتبرتها علامة جودة اني اتمرنت كويس.
يلا على البيت يا رب اعرف اوصل. انا مش قادر ارفع الكاميرا اصلا، ما عارف امشي، فعلى الاقل لو وقعت ما اقعش بالكاميرا يعني. سلام دلوقتي. عدنا اليكم من جديد عزيزي المشاهد. بعد كده احساس حلو قوي كده بعد التمرين كده والحركه شاور كده، يا سلام. الشعر ابتدى يتنعكش بعد الشاور، فده دليل ان هو خلاص بدأ يطول، ابشركم يعني. بس كان يوم متعب بكل صراحه. يعني بدأت افهم دلوقتي كلام صديقي صالح، الكابتن الشخصي بتاعي واللي بيساعدني في كل حاجه تقريبا. قابلته بالصدفه النهارده وانا في الجيم، كنت انا يعني لسه بسخن على التريد ميل وهو خلاص كان بيفنش التمرين بتاعه بالتريد ميل وماشي. وانا في التريد ميل ربع ساعه كده كنت قاعد بدردش معاه اصلا عشان كان نسيت اصور مرحله التريد ميل دي او التسخين يعني. كنت قاعد بتكلم معاه وكده، فقال لي ان هو ان انت ما تبقاش دايما مربوط بعدات معينه على قد ما انت تبقى حاسس بالعضله اللي انت بتمرنها في الجهاز. وده انا مع الوقت يعني بدات ان انا احسه فعلا. يعني النهارده انا بتمرن رجل، انا ما اعرفش، انا فعلا ما عنديش معلومه الجهاز ده مثلا بيمرن انهي عضله في الرجل، بس من بعد مثلا اللي عدى السبعه او الثامنه من اول مجموعه بتبدا فعلا تحس بالعضله. فلك اول ما تحس بالعضله وتبدا تتعود على الوزن، زود وزن على طول في المجموعه اللي بعدها. طول ما انت ماشي زود وزن زود وزن، ما تخافش طالما انت ادائك صح في التمرين. زود وزن ما يهمكش عشان تحس بالعضله، تبدا ان العضله انت تحس بيها، بس برضو ما تاذيش نفسك وانت بتتمرن، فخلي بالك من نفسك يعني. بس كده عزيزي المشاهد، ده كان نهايه الفيديو بتاع النهارده. كالعاده كان معاكم عبد الرحمن، وبس كده، مع السلامه. سلام. ايه رايك في الاوتفيت؟ انا بحب التيشيرت ده جدا يعني. بس كده يلا نقفل، كفايه كده.